فريق فوزي البنزرتي نذكر أثناء الأخبار والفاصل الإشهاري جمعني حديث مع المدرب القدير للوداد البيضاوي المغربي فوزي البنزرتي. سألته على حقيقة خيانته للنادي الافريقي بعد موعد النادي الافريقي باش يدرب الفريق. أخل بوعوده ماجريه هيئة المدير النادي الافريقي وافقت على طلبات الكل اللي وضعها سي فوزي البنزرتي. فوزي البنزرتي في تصريح حصري لراديو ماد لبرنامج ديما سبور اليوم الخميس يقول اليوم السبت يقول لي مانيش غدار باش نهرب من الوداد المغربي، ونحب نسأل مسؤول النادي الافريقي وينكم وقت انا مرتاح في تونس؟ وقتها بجلتوا عليا مارشان الله يرحمه وينعمه. كيف يقول فوزي البنزرتي انا عندي بند تسريحي مع الوداد قيمته تفوق 200 ألف دينار تونسية. يقول هل أن النادي الإفريقي كان جاهز المسؤولين نتاعو باش يدفعوا هذا البند التسريحي أم لا؟ يقول لك أنا شرف ليا باش ندرب النادي الإفريقي، والنادي الإفريقي من الجمعيات الكبار اللي دربتها ونجحت وتوجت معاها، واليوم كنت مستعد، لكن مسؤولي النادي الإفريقي اختاروا الوقت الغير المناسب. يقول لك أنا كي مشيت المغرب وقت لقيت دعوة من رئيس النادي على أساس مانيش باش ندرب الوداد في عطله، انا مشيت بعدها خاطر صديقي قال بعد ما تعشينا قال له فوزي غدوه روح عندك ماتش. قال له ماتش شنو؟ ماتش شنو؟ قال له مال علاش عيطت لك؟ قال له عيطتي انت صاحبي جيت ليه يا خويا؟ قال له ما تحكي لي حتى شيء، غدوه تمشي عندك راهو ماتش. قال بت في الاوتيل والصباح زلت ما نعرف شيء على الوداد في نسخته الجديده. وقال اشرفت، قال انا بكل تواضع قال فوزي البنزرتي اجوا شوفوا بعينيكم محبه المغاربه ليا، يجوا شوفوا بعينيكم قد الناس تحترمني، الناس تقدرني، يجوا شوفوا قد الناس تحبني في المغرب، كيفاش انا تحبوني في هذا الظرف نتنكر لافضال والناس هذوما اللي يحبوني ويقدروني. يقول فوزي البنزرتي كان على مسؤولي النادي الافريقي اذا حاجتهم فوزي البنزرتي بالحق، انا كنت 4 أشهر ولا 5 أشهر مانيش ندرب، كنت موجود في مستير، كان ينجموا يتصلوا بيا وقتها بلا قيد او شرط نوافق على تدريب النادي الافريقي. يقول فوزي البنزرتي كيف كان جيت انا مدرب النادي الافريقي توا والوداد يجيني مهما كانت الاغراءات، يقول مانيش غدار ما نخليش النادي الافريقي ونمشي للوداد. يقول لك اليوم الوداد في مرحله انتقاليه ورئيس النادي ربي يفرج عليه رئيس الوداد في ضيقه. فوزي البنزرتي يقول راني راجل وقت الغسرات وقت الازمات ما نجمش نتنكر لاصحابي. يقول انا نعاود، يقول باش جمهور النادي الافريقي ما يفهمنيش بالغلط. قال ما حبيتش نجاوب، يقولوا ويزيدوا ويألفوا كما يحبوا، راهو جمهور النادي الافريقي على راس وعيني، راه جمهور النادي الافريقي نعتبره جمهور كبير وعريق برشا ويشرفني باش ندرب جمعيه عند الجمهور الكبير والجمهور التاريخي اللي كان ديما سند للنادي نتاعو. لكن يقول لك الله غالب شنو ذنبي انا وقت انا موجود مسؤولين النادي الافريقي ما جاونيش ما كلمونيش. يقول لك وقت انا عندي عقد مع جمعيه وجمعيه موفرت لي كل شيء وجمعيه تحبني وجمعيه. قال صحيح في فتره ما قال حبيت نخرج من الوداد نتائج الجو ما عجبنيش قلت لهم خارج. قال الناس بالصف غادي في المغرب قالوا له لا سي فوزي ما تخوناش، هذا كلام فوزي البنزرتي، رانا نحبوك، راهو النتائج تو تجي، رانا نعرفوا قيمتك، رانا نعرفوا المعدن نتاعك، نعرفوك ماكش غدار. قال الناس هذوما كي الناس يجوك يكلموك قال حشمت على روحي ما نجمش. قال فعلا كنت مفكر باش نجي ندرب النادي الافريقي، لكن كي انا باش نخرج خائن في نظر اشقائنا المغاربه. قال من لا للاسف ما هوش فوزي البنزرتي اللي عمل هذا. وقال اللي بالحق ما نساهوش ديما عاودها 3-4 مرات وقت انا موجود في داري في مستير، شبيه رئيس النادي الافريقي ما اتصلش بيا، شبيه ما جانيش قال لي حاجه بيك. قال وقتها قبل مارشان الله يرحمه ونعمه بجلوا عليه، ومن بعد انا موجود قال ولدي وربي يعينه وربي يوفقه سعيد السايبي كيف جدد له عقده. قال هو يعرف ما يساعده. لكن اليوم اذا تحبوا انا ترموني الكوره وتقولوا انا خاين، راني مانيش خاين، كان جيت خاين راني بعد فريقي الحالي اللي موفر لي كل شيء الوداد المغربي وراني جيت ندرب في النادي الافريقي. وعاود يقول راهو الشرف ليا باش ندرب النادي الافريقي وراهو احترامي كبير لجمهور النادي الافريقي، لكن للاسف المسؤولين نتاع النادي الافريقي جاوا في الوقت الضايع على فوزي البنزرتي وهو عنده عقد مع جمعيه الوداد البيضاوي المغربي.